الو استاذ امجد، صباح الخير، انا المحامي علاء. اهلين استاذ علاء، خير شو في؟ استاذ امجد الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك، بس حماتك توفت. هلا مشان هيك فيقتني من وش الضوء؟ يا سيدي الله يرحمها. استاذ انا اتصلت فيك لاسالك شو بتحب نساوي بالجثه، يعني نحرقها ولا ندفنها ولا نحنطها؟ اوعى استاذ علاء، لا تغامر، الثلاثه سوا. عم تلهات؟ صار لي ساعة راكد ورا سيارة الزبالة وما لحقتها. ليش شو بدك فيها؟ ما بدي شي، بس كنت بدي اقول للشوفير انه في اثنين معلقين وراه. لك ليش قاعد بالشورت؟ ايه ما في حدا غريب. يا سلام، طب وليش لابس الجرافة؟ وبلكي اجى حدا على غفلة. لو سمحت سيادة المدير، بدي تعطيني إذن بكرة. إذن؟ خير يا ابني، في شي؟ بدي نزل مرتي بكرة على السوق واشتري لها تياب. والله كان بودي، بس ما خرج بنوب والله. ما خرج؟ شكرا، شكرا كثير يا سيادة المدير، الله يطول بعمرك. شوف سليم، هلا إذا سألك قديش عمرك شو بتقول له؟ 20 سنة. 20 سنة؟ وإذا بيسألك قديش إلك عم تشتغل بهالمعمل، شو بتقول له؟ شهرين. شو؟ شهرين. حلو. وإذا بيسألك شو عم تاكل، رز ولا برغول، بتقول له من الشكلين. شو؟ من السكلين. إجا فهمت؟ شفت؟ شو عم بقول لك؟ إيه فهمت. 20 سنة وشهرين ومن السكلين. 20 سنة وشهرين ومن السكلين. انت يا ابني قديش عمرك؟ شهرين. وقديش إلك عم تشتغل؟ 20 سنة. ولا شايفني غشيم ولا ما بفهم؟ من السكلين سيدي، من السكلين. ولك أنا منحوس. هي طول بالك يا رجل، طول بالك، ما بيصير هيك. لك ما بكفي إني أحول، كمان منحوس. إيه وإذا أحول يعني؟ لك مرة حبيت اتجوز على مرتي، تجوزتها هي. ليك سامر، إذا شي يوم قمت من النوم ولقيت حالك ميت، شو بتعمل؟ وليه؟ قال شو بعمل؟ إيه والله بموت. انت يا بنتي اسمك ايه؟ انا اسمي موزة سعيد جمعة. طب بالانجليزي اسمك يبقى ايه؟ بالانجليزي بنانا هابي فرايداي. قوم يا ابني وقل لي شو أصغر من الساعة؟ الدقيقة أستاذ. حلو، وشو أصغر من الدقيقة؟ الثانية أستاذ. برافو عليك، وشو أكبر من الثانية؟ الثالثة أستاذ. معقول ما تكون عرفت؟ لا والله. ولك تحسين الميكانيكي فتح ورشة جديدة. عن جد؟ إيه إن شاء الله آية الرزق، من يومه مهووس بالعدة والآلات، بس ترى صبور وباله طويل. معناها لازم تعرف شو كتب على باب الورشة. شو كتب؟ كتب الصبر مفتاح 14. لك شو عم بتساوي؟ ارمي هالمسدس من ايدك. ما بدي اقتل حالي واخلص. ولك يا أجدى، بلكي مسكوك بلاها. بالله شو يمسكوني؟ رح اقتل حالي واهرب. لك انت مو ناوي تتوب؟ والله يا سيدي بعد خليه ما خصني. لك العمى شو جئر يخرب بيتك، ولك سرقت محل ساعات بكامله وعم بتقلي ما دخلك وما خصك. يا سيدي انا ما خصني، شو ذنبي اذا هو كاتب على واجهة المحل انتهزوا الفرصة.
وهلأ بعد ما عرفنا كلنا وتحدثنا عن الحيوانات البرمائية بدنا نعمل مراجعة بسيطة للدرس. أغنية لنجوى كرم 5 حروف. سلوى حاضر أستاذ. عددي لي أسماء 5 برمائيات. 5 برمائيات. 5 برمائيات. بسرعة لشوف. عرفتن أستاذ، سلحفتين و3 تماسيح. حالي ما عم بقدر نام. حي خير خير، اهدى شوي وسمي بالله وقل لي شو صاير معك؟ كل يوم عم شوف نفس الكابوس. كابوس؟ حي يا خفي الألطاف، مبين عليك تقل. وشو هالكابوس؟ سيارات، كل يوم عم شوف سيارات عم تدعسني بالمنام. حي لا تاكل هم، هلا بكتب لك حجاب وبتحطه قبل ما تنام تحت مخدتك ورح تدعي لي. مشكور. حبيبي فيق. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. شو حبيبي؟ من زمان ما شفتك نايم بهالعمق. أول مرة بشبع نوم تخيلي، والسيارات صارت تصل لعندي تلف وترجع ولا سيارة دعستني. شفت انه الشيخ الروباتي؟ دخليك شو بده يكون كاتب لي بهالحجاب؟ افتحه واقرا. ليش بيصير؟ هات انا بقراه. كاتب لك انتبه تحويله. فوت معي على النظارة ولك برتبي لي. لك يا سيدي دخيلك، أنا معترف إني مزور، بس كيف عرفت إنه أنا برطبيلي؟ ولك يا غبي، اللي بيزور ورقة ب500 ليرة أو ورقة ب1000، مو ب600 ليرة. هذا دكتور، هذا ما في بقلبه رحمة. ايه كلكم طلاب الجامعات بتحكوا هيك وبتحطوا الحق على الدكتور. لك هذا ما بفق علامة أعلى من 60 ولا الجهبز. إيه لا انت كمان عم بتزوديها. ها أنا عم زودها. قال لك مرة عم بيصلح ورقة وما قدر ينزل العلامة أقل من 70، فتفاجأ كتير. ايه اكتشف فجأة إنه عم بيصلح